استاذة سارة فينك من بدري؟ استاذة سارة انا ما بحبش اتحايل على حد. اللي هقوله ده ناس كتير عارفاه بس محدش بيقول. في كائنات عايشه بينا اسمها كائنات الاذرز. يعني تلاقي بنت كده بتقلب في انستجرامها في امان الله، فجاه يجي لها نوتيفيكيشن مسج ريكوست، تفتح تلاقي حد بيقول لك هاي. مين ده؟ مين ده يا جدعان؟ يا ترى حد من الجامعه ولا من الشغل؟ اكيد حد جرب. لا 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 لا، ده بقى الكائن اللي قرر انه يدي باب الشاب برجليه ويخش يقول لها انا معجب بيك وعايز اتعرف. معجب بايه يا نجم؟ معلش، بصوره البروفايل؟ لا لا لا، بالبايو اللي هي كاتباه صح؟ كاتبالك بحب القهوه والبحر، ولا مثلا عشان هي عذراء، ولا كوس؟ انت قلت خلاص هي دي الشخصيه اللي عجباني، هي دي الشخصيه اللي انا عايزها. في نوع تاني بقى يا لهوي اشرس كتير، اللي بيبعت هاي كل اسبوع ده كانه كده بيحافظ على الصلاه في مواعيدها. هاي يوم الاثنين، هاي يوم الاربع، هاي يوم الجمعه بس بعد العشاء. انت فاهم يا حبيبي؟ هي ما ردتش في اول هاي، هل بقى هي هترد في الرابعه مثلا؟ لا بس اقول لك انا عاجبني اصرارك. في بقى اللي عامل فيها محترف تواصل اجتماعي، بروفيشنال سوشيال ميديا. استنوني بقى اما اكل ايس كريم واجي لكم. هيسيح عم جمعه ده عليه حته ايس كريم عسل. تعالى ناكل ايس كريم وهنطير. في بقى اللي بيبدا الشات بميم وصوره قطط عليها صباح الخير يا قمر. لا وانت فاكرها بقى هتقول ياه اخيرا لقيت الراجل اللي بعت لي قطط بتقول صباح الخير. عريس يا بوي. بس الاستثناء بجد بقى في المواضيع دي اللي بيتصل. ايوه بيتصل كول ويا ريتها كول عاديه، لا ده فيديو كول وهو عمره ما انا اكلمها ولا مره. لا ولما تساله ايه ده؟ معلش بالغلط. بالغلط يا حبيبي فتحت الكاميرا، بالغلط غيرت التيشيرت، بالغلط اتصلت، بالغلط ايه؟ بالغلط اتصلت 10 مرات. وفي بقى اللي لما تفتحي الشات بتاعه بعد سنتين ثلاثه تلاقي قايل لك ايه؟ هاي ازيك عامله ايه؟ انا زعلت منك. زعلت مني؟ زعلت مني ليه لا قدر الله؟ يا ابني انت اساسا بتكلم نفسك في الازر. عندك بقى اللي بياخد الرفض على انه تحدي. اموت في التحدي. في بقى اللي بياخد الرفض ده على انه تحدي. يعني مثلا انت بعد تقولي له ما بكلمش مع ناس ما اعرفهاش، يرد عليك يقول لك تمام انا احترمتك جدا، ممكن بقى نبقى اصحاب. وبعدها بثانيتين طب انت عندك كام سنه بقى؟ طلعت خيالة. اللي محدش بيقوله بقى ان اغلب الناس اللي بتعمل كده اصلا ما بتبقاش رايحه تتعرف بجد. دول بس كان عندهم فضول كده ان هم يعرفوا هل لسه عندهم حظ في الكلام ولا لا، هل هيعرف يجيبها ولا لا. ودي بقى تجربه اداء فاشله في مسرح الحياه. فلو انت من النوع ده خد مني النصيحه دي ببلاش. لو عايز تتعرف بجد افتح كتاب مش شات. وانت لو حابه تحافظي على اعصابك اسحبي مع الارشيف. اللي بعده يا معلم. قولوا لي بقى في الكومنتات ايه اغرب رسائل جات لكم في الازهر، عشان اللي محدش بيقوله لازم يتقال. واوعوا تنسوا تقولوا لي عايزين نعمل لكم ايه في الحلقه الجايه. سلام.